قايمة المنقولات الزوجية، نفسي اوصل كلمتين لكل القائمين على اجراء القانون ده، ولكن انا مش عارف ازاي. دي مهمتكم انتم. ليه؟ لان قايمة المنقولات بيحصل فيها شقين. الشق الاول، الزوجة بتعتبرها عقد من عقود الامانة محدد الثمن وتشتكي في الجنح. قايمة ب 300,000 ب 400,000 ب 200,000 بمليون، عقد من عقود الامانة. تمام. ثم تيجي تروح راحة رفعها شرعي في الأسرة وتقول إن هي بتطلب تسليم المنقولات بتاعتها، وفجأة تطلب الزيادة على سعر الذهب بالجرامات بسعر اليوم. الله، هي مش القايمة دي عقد من عقود الأمانة؟ وما ينفعش إن أنت تزود فيه حتى لو واحد، لأنه محدد السعر. هتيجي أنت بعد كده ترفعها لي أسرة وتقول لأ هي محددة بس تاخد الذهب بسعر النهارده؟ يبقى انت كده ما اعتبرتهاش عقد من عقود الامانه. طب لما انت ما اعتبرتهاش عقد من عقود الامانه، بتقبلها منها في محكمه الجنح ليه؟ طب لو هي عقد من عقود الامانه ودي خيانه امانه، بتزود لها سعر الذهب في قضايا التعويض ليه؟ عرفتوا ان الموضوع مخبط؟ فلازم نوصل للقائمين على القانون ده. عايزين الناس كلها تساعدنا. تمام يا ابطال؟ سلام عليكم.